اهلا بيكم في قصه بيرسي واول حلقات من حلقات مسلسل بيرسي. بيرسي بيعيش مع جده على قمه جبل لوحدهم. بيرسي بيحب جده بشكل كبير. طائر صخر بيعدي من فوق الجبل. بيرسي نادى على جده وقال له يا جد يلا نصطاد هذا الطائر. جده جري وحضر شوكه وصوبها على طائر. الشوكه بتخترق الطائر الصخري. بيجري بيرسي وبيمسك الطائر بيحضره وينضفه ويجهز طعام العشاء. بياكل بيرسي مع جده وهو في قمه السعاده. وبعدين بيرسي طلب من جده يعمل لقاء مصارعه مع جده يتدرب علشان يبقى قوي. بيطلب من جده يصارعه. جده بيوافق وبيقول له تعالى يلا. بيرسي بيطير على جده وبيبدا الصراع. بيرسي واد شجاع وبيحاول يهجم على جده، لكن هيروح فين مع جده؟ الراجل الخبره بيشيله ويحدفه بعيد. بيرسي حزين علشان خاطر مش قادر يفوز على جده، وجده بيفاجئه ويقول له انا كنت بصارعك المره دي يا بيرسي بجد. جده بيغسل الصحون في النهر وبعدين بيفتكر حاجه وبيجري زي المجنون علشان يفكر بها بيرسي. بيقول له يا بيرسي عيد ميلادك النهارده 16 وهو حد يا ابني ينسى تاريخ ميلاده؟ قال له يعني من بكره اخربها يا جدي زيك واسكر واعيش حياتي بطول العرض. قال له لا لسه بدري عليك يا حبيبي. بيرسي هو وجده قاعدين على مقدمه الجبل. جده بيقول له رايك عمرك بقى 16 سنه، مش نفسك تطير بعيد عن العالم ده وتلف وتعمل مغامرات؟ بيرسي بيصدمه ويقول له لا مش عاوز اسافر. جده بيقول له لما كنت بعمرك سبت مكاني وسافرت علشان كنت حاسس اني مغامر، انت ليه مش عاوز تبقى زي جدك يا بيرسي؟ وقال له بص كده يا بيرسي عارف دي ايه؟ قال له دي جزيره السما يا جدي، انت ما شفتهاش في الحقيقه. قال له ايوه علشان مش بعرف اطير، بس مش كل حاجه تحت الجبل ده موجود. بريطانيا واسعه وجميله وكلها مغامرات وكلها غموض واسرار، فيها ابراج ملفوفه وبيسكن فيها صحراء اشكالهم غريبه، وفرسان بيركبوا سفن وهميه وبيلفوا بيها في السماء، وكهف كله فتحات بتودي للجحيم، وكمان اميره البحار الشريره اللي بتغوى تحبس الابطال، وغابات المتاهه اللي بتنسك طريق عمرك ما تهرب منها ابدا. ايه رايك لسه ما عندكش الحماس انك تسافر يا بيرسي؟ بيرسي موهوم وبيقول له يلا يا جدي علشان نصيد سمك السما علشان العشاء. بياكل بيرسي وجده سمك السما بالعشاء. جده بيقول له عارف لما ابوك وصل 16 سنه سافر بسرعه علشان كان بيحب المغامرات. قال له انت قلت لي ان ابويا مات قبل كده يا جدي. جده قال له بس خلاص اسكت خلاص. وبعدين يا بيرسي انت مش بتحس بالملل في الارض المهجوره دي؟ قال له عمري يا جدي ما هحس بالملل لاني انا بعيش معاك وبحبك. واثناء ما بيرسي نايم هو جده، بيرسي صحي وخرج وراه على قمه الجبل وقعد يفكر في كلام جده عن الابراج والسما والفرسان وملكه البحار. بيفكر بكلام جده اللي قاله له قبل كده وبيحس بالحماس الشديد وهو سعيد وبيجري ومش قادر يقف من السعاده. بيحلم بيرسي ان جده بيكلمه ومش قادر يسمعه، وفجاه بيظهر فارس راكب سفينه وداخل على بيرسي. فارس احمر مقنع بالحديد. بينزل الفارس من السفينه. بيرسي قال له انت الفارس اللي بيطير بسفينه وهميه في السماء؟ كلام جدي كان حقيقي فعلا. الفارس بيقول له انا بدور على راجل اسمه فارغز. بيقول له ده اسم جدي. قال له انت حفيد فارغز دونو. بيرسي بيساله انت مين؟ قال له انا صديق قديم لجدك لما كنا فرسان مقدسين وسيبنا بعض من 16 سنه ودلوقتي انا عاوز جدك في امر مهم. بيرسي قال له بيتنا في الناحيه تانية من الجبل هتلاقيه بيحضر الفطار. المهم انا عاوز اشوف سفينتك وسيفك. قال له شوفها واتمتع بيها يا بيرسي. الفارس بيقول له جدك راجل قاسي رباك واخفى عنك الحقيقه. وبيمشي الفارس. بيرسي بيلعب السفينه وبيجربها بس مش عارف يحركها. بيرسي شاكي في الفارس الحديدي. جده بيحضر طعام وفجاه حضر الفارس المقنع. بيقول له تستخدم السيف اللي شرفك الملك في تقطيع الجزر، وبيبدا يدمر في فارغز. بيقول له مرت 16 سنه لما خلنا سيدنا وهربنا، ما توقعتش تعيش مرتاح البال على الارض المهجوره دي. فارغز بيهجم على الفارس بالسيف ويبدا القتال بينهم، لكن الفارس بحركه اكس ناريه اخترقت جسم فارغز وبدا دم يخرج من بقه. بيرسي فال بيقول له توقف، عملت بجد ايه؟ بيصوت عليه ويقول له استنى دورك جاي يا بيرسي. بيحدفه بحجر بيتفتت الحجر، بيشيل صخره ويهجم عليه بيدمر الصخره. جده بيمسكه ويقول له اهرب يا بيرسي. بيرسي بيقول له مش هسيبك يا جد لوحدك. الفارس بيدمر جده وبيخلص عليه وبحركه الاكس بيضرب بيرسي ما بتخترقش جسمه وبيوجه للفارس لكمه، لكن الفارس بيضربه برجله بعيد. جده بيسال الفارس انت جاي تقتلني دلوقتي ليه؟ قال له ظهرت نبوءه مشؤومه عن وجود فتح سيدمر مملكه سيدنا الملك ارثر واسمه فرسان الهلاك الاربعه. التفاصيل عنهم مجهوله لحد ما عرفوهم هنقتل اي حد نشك فيه، وانت كنا بنشك فيك قبل كده. بيرسي ليه عملت فيه كده راخر؟ انت ما فيش في قلبك رحمه؟ بيمشي يقول له كله علشان مصلحه سيدنا. بيرسي بيتاسف لجده علشان ما قدرش يحميه. قال له انت غلطان يا بيرسي، انا المفروض اللي كنت احميك. بيبكي بيرسي بيقول له كنت عاوز احمي اسرتي. جده بيقول له ما تكيش وشوف حد يحميه وتكون بتثق فيه من اعماق قلبك وتمضي حياتك معاه. بيرسي بيقول له ده كله عقاب علشان كذبت عليك يا جد، انا في الحقيقه فكرت ان اسافر واغامر فربنا بيعاقب. جده قال له انا برضه كذبت عليك، انا كنت سعيد لما قلت لي انا مش بشعر بالوحده علشان احنا مع بعض. جده بيرجع الدم من بقه بيقول له انت لسه بخير يا بيرسي بالرغم من اللي عملوه فيك؟ قال له جدا انا كويس ما فيش بيا حاجه لان ضربت على ايدك 16 سنه. قال له اسمعني كويس يا بيرسي، اسم الفارس المقنع الحديدي ايرونساي وده يبقى ابوك. ابويا؟ بس انت قلت لي ان ابويا مات. قال له انا كذبت عليك. قال له وليه ابويا عمل فينا كده يا جدي؟ مفيش وقت احكي لك يا بيرسي، لو عاوز تعرف الحقيقه دور على ابوك، سافر لوحدك من دلوقتي. بيرسي بيقول له مش عاوزه كل واحده، عاوزه تكون معايا. قال له ابدا مش هسيبك يا بيرسي، هكون معاك دايما. وبيموت جده وبيصرخ بيرسي باعلى صوت. بيدفن جده عند القبر بتاعه ويبدا يصطاد وياكل لوحده وبيفتكر كلامه هكون دايما معاك يا بيرسي. بيلبس خوذه جده وبيتحرك وبيوقع على الارض ويبدا ينزل من على الجبل وبيستمر ينزل مع الجبل واخيرا بيشوف المدينه
وبيقع من على الجبل وبينقذه طائر الصخري وبيقع على الارض. واخيرا وصلت. بينزل بيرسي من الجبل وبيلاقي حيوان غريب بيتكلم مع الحيوان، لكن الحيوان مش فاهم منه اي حاجه، سابه ومشي. بيمشي وراه، بيجري وراه، وهو بيدور عليه شاف فرقه اسمها كاتز بتعمل عروض. الاول بيطير ورق في الهواء وبيعمل نار وشرار، والانسه الفا معاها طوق بتخفي القرد بيه وبتظهره مره تانية. وتالت دوني. بيرسي بيسقف على العرض بتاعهم وعجبه جدا. دوني بيقول له العرض ده مش مجاني ولازم تدفع. الفا بتقول له ما تاخدش منه فلوس، قال لها نشتريه بطعام العشاء. دوني طلب منه الشنطه اللي معاه اداها له، وبحركه سحريه بيرفعه في الهواء وسابه وهرب. الفا بتقول له نزله يا دوني، وفجاه بيلاقوا سبق العربيه بالحصان وبيقف قدامهم، ودوني بيديله الشنطه وبيتاسف له. بيقول لهم انا بدور على واحد وعاوز اوصل له. سالوه مين؟ قال لهم ايرونسايد. قال لهم تعرفوه؟ قال لهم هو ابويا وقتل جدي وهو فارس مقدس. قال له انت شكلك عاوز تاخد بطارك منه. قال لهم انا مش عارف هو قتل جدي ليه، لكن لما اشوفه هعلم عليه. قالوا له احنا ما نعرفوش، بس لو رحت القريه ممكن تاخد بعض المعلومات عنه. دوني بيقول لو عاوز تيجي معانا هتدفع او تورينا مهاره خاصه بيك. بيمسك القوس والسهم وبيضرب وترد وتيجي في شعر دوني. دوني زعلان وبيقول له حببت فيا ايه؟ وفي الاخر ركب معاهم العربيه. قالوا له احنا بنلف بريطانيا كلها علشان بنعمل عروض ولقمه العيش، واحنا كنا بنتمنى زي اي حد نكون من الفرسان المقدسين. قال لهم انا افتكرت ابويا، هو قال لي انه جدي من الفرسان المقدسين. سالوه ابوك وجدك كانوا من اي بلد؟ قال لهم ما اعرفش. فجاه اهل القريه بداوا يندهوا وبيجروا وطلبوا منهم المساعده، وقالوا ان اهل القريه في خطر. يا ترى في ايه؟ في ذئب هجم عليهم ومحتاج مساعدتهم. دوني متحمس علشان يساعدهم وياخد كمان طعام وسكن في القريه، لكن المفاجاه انه الذئب ده عملاق ومتوحش جدا. بيحاولوا يرجعوا علشان يبلغوا الفرسان المقدسين، لكن بيرسي تمنعه شجاعته وبيرجع زي البطل. دوني ارجع يا مجنون. بيرسي بيقول له جدي قال لي لازم اساعد الضعيف وهزم الشر، وبيهجم على الذئب وبيرمي بالسهم. السهم بيلف وبيضربه في خصجته. الذئب بيهجم عليه لكن دوني بينقذه. الذئب بيهجم على بيرسي من جديد. بيرسي بيصد ضربته وبلكمه واحده بيخلص على الذئب. الكل في الذهول من قوه بيرسي. وكان في وشم كان بالذئب لكن اختفى لما الحيوان ده مات. الحيوان الغريب واقف فوق في قمه الجبل بيتفرج. اهل القريه في استغراب من حجم الذئب. الكل بيحتفل بالبطل الصغير بيرسي. بيجي طفل مع جده بيطلب من بيرسي انه يهتم بجده. بيرسي بيسال اهل القريه على ايرونسايد. بيرسي زعلان وبيطلب من ايرونسايد انه يظهر له، وفجاه بيظهر فارس مقدس مقنع طاير في السماء وبيقول له انا بدور على فتى قتل رفيقي اللي كان قصده على الذئب. الفارس بيذكر اسم جده. بيرسي بيساله انت تعرف اسم جدي منين؟ الفتى العملاق بيدافع عن بيرسي. الفارس المقنع بضربه واحده طرحه على الارض وبيقول لبيرسي انا كنت رفيق جدك وابوك. بيرسي بيقول له انت كنت صديق ابويا، اكيد انت تعرف مكانه. الفارس بيقول له انت مش خايف انك تقف في وجهي؟ بيرسي قال له هعد 5 وبعدين هطحنك. بيبدا بيرسي بالهجوم على الفارس المقنع الاسود وبيضربه بالرجل. بيرسي قال له لو فزت هتعرفني مكان ابويا. الفارس قال له زي ما تحب يا باشا، وبدا الهجوم عليه بالسيف وقال له مستحيل اروح معاك، وبيهجم عليه مره تانية على الفارس. الفارس بيمسكه من الخوذه وبيضغط على راسه وبيقول له استخدم سحر علشان استمتع باني اكون بقتلك. قال له انا ما عنديش سحر. قال له ازاي انت ابن ايرونسايد وما عندكش سحر؟ شكلي اديتك اكتر من حقك يا بيرسي، انت محتاج تتدرب على ايدي من جديد. اعترف بهزيمتك. والحيوان الغريب بيشاهد من اعلى. دوني عاوز ينقذ بيرسي لكن الفا بتحذره خطر. الطفل الصغير قال له مستحيل، بيرسي يخسر، هو اللي نقذ القريه. بيرسي بيفلت من الفارس مستغرب وبتبدا تظهر قوه بيرسي السحريه. يا ترى هيحصل ايه في الحلقه الجايه؟ ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل جرس التنبيهات واستناني. السلام عليكم ورحمه الله.